أكبر تساقط لنيازك حدث في الأرض كان في نوفمبر عام 1833. تمكن مواطنو الأرض من مراقبة واحدة من أجمل المشاهد الفلكية على الإطلاق، وهي لحظة غير عادية دخلت التاريخ. عاصفة ليونيد من الشهب تشير التقديرات إلى أن وابل عام 1833 شهد معدلا مذهلا بلغ حوالي 100 ألف نيزك في الساعة، وكان لهذه الظاهرة تأثير عميق على كل من شاهدها. ولأنها حدثت قبل وجود إنارة الشوارع الكهربائية، فقد زاد تأثيرها النفسي بشكل كبير على البشر في وقتها، واعتقد الكثير من الناس أنها النهاية، أي نهاية العالم، حيث انهارت السماء على الأرض، وظل البعض الساجدين على الأرض وأيديهم مرفوعة متوسلين إلى الله أن ينقذ العالم وإياهم. وقليلون هم الذين عرفوا في تلك اللحظة أنها كانت حول ظاهرة نيزكية فريدة من نوعها. أنا إبراهيم من غزة، عمل لي متابعة للمزيد، ويعطيكم العافية.